بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. من قناة أكلات حلاوية في النجف راح أقدم لكم طبخات عراقية وعربية وكل أنواع الحلويات والمعجنات وبطريقة مختلفة. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. رجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. حبيت أشارككم اليوم بطريقة هاي الدجاجة. تتبيلتها كلش سهلة وطعمها كلش طيب، وأنصحكم تجربوها لأن طعمها هواية طيب. واليوم راح احكي لكم قصة، اتمنى تقولوا لي شنو رأيكم بها، واذا حابين استمر بتنزيل القصص يا ريت تكتبوا لي. هسه خلونا نشوف المكونات وعلى بركة الله نبدي. يلا بسم الله، خلونا نشوف المكونات. عندي هنا دجاجة وزنها 1.8 غرام، وحبة من الليمون، وفنجان مي، وفنجان زيت الزيتون حتى يطرينا الدجاج. وعندي هنا ملعقة كبيرة من المعجون، وملعقة ونص تقريبا من الملح، والملح حسب ما انتم تفضلون. التوابل كلهم على ملعقة شاي، ما عدا الليمندوزي ملعقة كوب، وبقية التوابل على ملعقة شاي، اللي هم فلفل أحمر بارد، وفلفل أسود، زنجبيل، كمون، كزبرة، دارسين، كاري، بابريكا، ثوم باودر، بصل باودر، أوريغانو يعني زعتر مجفف، وكركم. هسه جبت هاي الكاسة وراح أبدأ أخلط بيها المكونات. هنا أنا عصرت الليمونة، ناخذ من عندها بس العصير، وراح أضيف عليها فنجان المي، وهنا أنا راح أضيف المعجون، وأكيد ما ننسى الملح. وبديت هنا أنا بإضافة التوابل اللي ذكرناهم بالبداية، الليمندوزي وفلفل أسود وبصل باودر وثوم باودر ودارسين وبابريكا حارة وفلفل أحمر بارد. وأنا بصندوق الوصف راح أكتب لكم كل التوابل اللي استخدمتها. وأنا كل الوصفات اللي أنزلهم أكتب لكم المكونات بصندوق الوصف. وهنا أنا لازم أتأكد إنه كل التوابل انخلطوا وعندي كل زين والمعجون ذاب. أبدي بإضافة زيت الزيتون، وإضافته كلش ضرورية لأن يطرينا قطع اللحم، يعني خلوا ويانا قطع الدجاج أو اللحم تكون كلش طرية. وهنا أنا بعد ما تأكدت إنه خلطوا كل زين راح أبدي بالدجاجة. مثل ما تشوفون هنا أنا هاي أجزاء لازم أرفعها، وبديت هنا بالتثقيب حتى تتبلغ بها التتبيلة والملح. هاي الخطوة كلش ضرورية لأن تعطيها طعم كلش لذيذ. وهاي الأجزاء مثل ما تشوفون هنا أنا لازم أرفعهن لأن سبب لنا زفرة. ودائما أنا الدجاج أغسله من الليل وأنقعه بمي وملح وشكر، ومرات أضيف عليه قطعة من الليمون حتى نتخلص من شك وزفرة بالدجاج. جربوا هاي التتبيلة، طعمها كلش طيب، تجي هيك حامضة مالحة. جربوها وراح تعرفون شنو الطعم اللي أقولكم عليه. وهنا من بعد ما تبلتها كل زين راح أتركها من ساعة إلى ساعتين تتبل، راح تتبلغ بها التتبيلة ويكون طعمها كلش أطيب. هسه خلونا نشوف الخضروات اللي راح نشويهم وياها، وأكيد الخضروات اللي انتم تفضلوها. مثل ما تشوفون هنا أنا عندي هاي الخضروات. عندي بتيتا حجمها يعني تقريبا وسط، قسمتها بس بالنص بدون تقشير، وكم حبة بصل وجزر بهذا الشكل قطعته، وفلفل بارد وعرنوس أو أذرة. والخضروات اللي تحبوها ضيفوها، واللي ما تحبوها استغنوا عنها. وهنا جبنا دجاجتنا الحلوة اللي راح يكون طعمها كلش طيب، وراح أضيفها بالكيس الحراري حتى يستوي أسرع. راح تاخذ عندي وقت تقريبا من ساعة إلى ساعة وربع. مثل ما قلت لكم لأن وزنها 1.8 غرام. هسه راح أبدأ أضيف الدجاجة والبقية التتبيلة الباقية بالكاسة عندي، هم أتبل بها الخضروات. وهسه راح أحكي لكم هاي القصة لأن كلش حبيتها وأثرت بيا. وقصتنا اليوم البنت اليتيمة. يحكى أنه كان هناك فتاة يتيمة ليس لها أحد في الدنيا بعد الله تعالى سوى أمها، فتزوجها ابن عمها، وكان ظالم لها شديد الظلم والجبروت، فقد كان يسيء معاملتها وهو وجميع أهله، وجعلوها كخادمة تعمل ليل نهار. ومع هذا لم تكن تسلم من الأذية والسب والشتم التي تصل إلى الضرب في كثير من الأحيان. وكانت هذه الفتاة كلما ضاقت بها الدنيا تلجأ لأدفأ مكان وهو الحضن أمها، وتشكو لأمها كل ما حصل لها، ثم تبكيان سوية، ثم تعود إلى زوجها. والأم ضعيفة مقعدة لا حول لها ولا قوة سوى أن تشارك بنتها ألمها بالبكاء معها،
وظل الأمر 10 سنين، وكل يوم يسوء الوضع حتى قرب الأجل وحان وقت رحيل الأم إلى بارئها. فبكت البنت وانهارت، وأمها في سكرات الموت قالت لها: أمي، لمن أشكو بعد رحيلك؟ لمن أحكي مأساتي؟ أمي، لا تتركيني وحيدة. فقالت الأم: ابنتي، إن مت وضاقت بك السبل، تعالي إلى هنا إلى بيت أمك، افرشي سجادتك وأسجدي لله، وأحكي له كل ما يعكر صفوك، وأشكي له همك وبثي إليه حزنك. فماتت الأم، ومر أسبوع، وضاقت الدنيا على البنت، وأخذت سجادتها وجرة بها ماء للوضوء، وذهبت إلى بيت أمها وعملت بنصح أمها، فأحست براحة شديدة، واستمر الأمر هكذا لمدة شهر. كل أسبوع تأخذ جرة الماء وتذهب إلى بيت أمها، وتمكث ساعات ثم تعود وهي مبتسمة. فلاحظ أهل زوجها هذا، فأدخلوا الشيطان بينها وبين زوجها، وقالوا له: من المؤكد أن زوجتك تخونك. فهي تذهب كل أسبوع إلى بيت أمها ومعها الماء وهي متكدرة، ثم تعود بعد ساعات والماء فارغ وهي فرحانة. فقرر أن يراقب زوجته، وذهب قبل الموعد إلى بيت أمها، واختبأ في مكان هو يراها وهي لا تراه. فذهبت الزوجة كالعادة، وكانت قد مرت على وفاة أمها شهر، فتوضأت ثم صلت، ثم وهي ساجدة انفجرت باكية، وأخبرت ربها بكل هم يألم قلبها وبما يعمل بها أهل زوجها، وتدعو لزوجها بالهداية، وتتوسل إلى الله أن يصلح لها زوجها، لأنها تحبه رغم كل شيء. وظلت تبكي وتبكي وهو يسمع ويبكي معها، متأثرا بما يرى ويسمع. ثم أنهت صلاتها، وإذ بها ترى زوجها يبكي ويحتضنها ويعتذر لها، ويوعدها على أن يعوضها، ليبشرها إن الله استجاب لدعائك. وفي تلك الليلة لم يعودا إلى بيت أهله، وناموا في بيت أمها. وهي نائمة رأت شخصا في المنام يقول لها: 10 سنوات تشكي لأقرب الناس إليك وما نفعك شيء، وشهر فقط تشكي لله فغير الله حالك من حال إلى حال. سبحانك ربي ما أرحمك. وهسه حابة تقولوا لي شنو رأيكم بقصتنا لليوم، وتكتبوا لي تعليقات كلش حلوة. وإذا عجبتكم القصة يا ريت تسوون مشاركة للأهل والأصدقاء. وهنا أنا بعد ما استوت عندنا الدجاجة، جبت هنا قرصة خبز، وطبعا هاي القرصة طعمها يصير كلش طيب، ويا ريت إذا تحطون قرصتين، لأن صراحة طعمها كلش خطير، خاصة من تقسبوها يعني من راح ندخلها للفرن. وهذا الصوص كله احنا راح ننزله على الخبزة، ومثل ما تشوفوها هي ماخذة لون شوية من الوجه، بس بعد راح انطيها لون زيادة. جربوها كلش طعمها طيب. مثل ما تشوفون هنا صارت لنا بهذا الشكل. هسه ندخلها الفرن بس تاخذ لون. ومثل ما تشوفون من بعد قسبنا الخبزة واخذت لون عندنا، قدمتها ويا هاي الخضروات او الزلطة. وطبعا احب اقول علينا وعليكم بألف صحة وعافية يا رب. طبعا راح اكيد اشوفكم اياها شلون مستوية وذايبة ذوب. واللي وصل هاي الدقيقة وشاف هيك منظر الدجاجة يخبل، يلا ايش منتظرين؟ خلونا لايك. ودا تشوفون تغزل بيها هواية، بصراحة طعمها كلش طيب. متأكدة إذا جربتوا هاي الطريقة راح تعجبكم هواية. وحبايب فضلا وليس أمرا، يا ريت تسوون مشاركة مع الأهل والأصدقاء، وأكون كلش ممنونة من عندكم. ونسيت أرحب مشتركين الجدد والقدامى، وأقول لكم مليون أهلا وسهلا بكم ونورتوا القناة. وهسه مثل ما تشوفون هنا الدجاجة عندنا ذايبة ذوب. وحابة تركزولي على شي كلش مهم، إنه لون الدجاج كلش أبيض وما بي أي حمار أو لون وردي. يعني شنو معناتها؟ مستوى عندنا كل زين، وكنا احنا منظفيه كلش تمام. فمثل ما تشوفوا ذايب ذوب وطعمه كلش طيب. جربوا هاي الطريقة راح تدعوا لي هواية، وخاصة باللمات والجمعات يكون الأكل طعمه كلش طيب، وخاصة ويا هاي التتبيلة. وهنا أنا راح أسوي وياكم لقمة كلش طيبة، اللي هي راح أضيف من قطع الدجاج والخبزة اللي مقسبة والصوص اللي نازل ويا الدجاجة. وطبعا أحب أقول علينا وعليكم بألف صحة وعافية يا رب. وركزولي على تقسيبة الخبزة كلش حلو وطعمها كلش طيب. وطبعا لهنا ينتهي فيديونا اليوم وياكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك. دمتم في حفظ الرحمن، مع السلامة وإلى اللقاء.